تمام. احنا كده بنسجل الحصة. هنبدأ الحصة، نبدأ شرح الجيومتري مرة تانية. تمام. المرة مليون يعني اللي هشرح فيها الجيومتري. اللي عنده أي سؤال يحتفظ بيه لنفسه، مش مسموح لك خالص إن أنت تسألني أي سؤال. تمام. هنتكلم على يونت 3. أحمد وسليم أي حاجة واقفة معاكم الشباب يسألوني فيها على طول. بقية الناس عنصرية بقى. ليسون 1 و 2 و 3. ماشي. ده في إيه؟ في الجيومتري. نبدأ كده مع بعض واحدة واحدة، ونسمي الله، ونشوف الجيومتري بتتكلم عن ايه اصلا. و1 و 2 و 3 بالنسبة للمعاصر، لكن هم في الأصل في كتاب المدرسة كام درس؟ هم في الأصل في كتاب المدرسة درسين بس. تمام. عشان تبقى فاهم، يعني لما أقول لك اللي داخل معاك في المنهج في امتحان الشهر 5 دروس، يبقى المقصود بالخمس دروس إيه؟ المقصود بالخمس دروس أول 6 في المعاصر. تمام. دي أول حاجة. الناس كلها شايفة والناس كلها سامعة ولا لأ عشان أبدأ شرح؟ تمام. تمام. ماشي. نبدأ كده. الجيومتري بدأت عندنا بتكلمك عن حاجة كده بالمنطق كده، يعني حبة حاجات كده اسمها inequality. حاجات منطقية. الانيكواليتي ايه هي الانيكواليتي او ايه هي الحاجات المنطقية دي؟ يجي يقول لك مثلا انا عندي فلوس. الفلوس دي اللي معايا، تمام، ازيد من الفلوس اللي مع اي حد فيكم. هاخد مثلا ياسين كمثال. الفلوس اللي معايا ازيد من الفلوس اللي مع ياسين. تمام. لو جه اي واحد منكم قام مديني 50 جنيه وادى الياسين 50 جنيه، هيفضل مين ازيد من التاني؟ هتقول له يا مستر انت في الاصل كنت ازيد من ياسين، صح؟ إيه؟ انا اديتك هنا قيمه موحده ليكوا انتوا الاثنين، اديتكوا نفس الفلوس ليكوا انتوا الاثنين، فطبيعي يا مستر ان انت برضو تفضل ازيد من ياسين. اقول لك تمام زي الفل. طب ايه العلاقه ده باللي احنا بنقوله؟ هي الموضوع هيمشي كده. هيجي يقول لك انت عندك بقى انجل اكبر من انجل، تمام، وهتزود انجل تانية على الاولانيه، وانجل ونفس الانجل دي تزودها على الانجل التانية، فتصبح ان الكبيره تفضل كبيره والصغيره تفضل صغيره. طبعا انت تهت مني في وسط الكلام اللي انا قلته، فهبدا اشتغل ارسم وابدا اشتغل الشرح عشان انت تبدا تفهم. تمام. اول حاجه عشان تبدا تفهم كده انا محتاج اراجع على تو سيرمز، تمام، من الترم الاولاني. السيرم الاولانيه لو انت عندك تراينجل بالمنظر ده، تمام، وقمت قايل لك ده اسمه ايه، هتقول لي ده رايت انجل تراينجل. ده ايه؟ رايت انجل تراينجل. هنا كده ده رايت انجل تراينجل. ماشي. كلام جميل. طيب هو الرايت انجل تراينجل ده لو انا سميته مثلا هنا، ادي هنا كده ده ايه، هنا بي، هنا سي. قلت لك قبل كده ان اللي في وش ال 90 ديجري ده بيبقى اطول سايد في التراينجل. اطول سايد ده اسمه ايه؟ اسمه الهايبوتنس. اطول سايد في انهي تراينجل؟ في الرايت انجل تراينجل. الهايبوتنس ده كان ليه قانون عمك مين؟ عمك بيثاغورس. جه عمل لك سيرم. عمك بيثاغورس قال لك ايه؟ قال لك ان الاي سي باور 2 الكبير باور 2 بيساوي الاثنين الصغيرين باور 2 بلس بعض، يبقى الاي بي باور 2 بلس البي سي باور 2. مستر انا بتلخبط في الكبير وفي الصغير، اعرف من ايه؟ يا عم الكبير في وش ال 90، ادي ال 90 اهي، ادي دي ال 90، الكبير في وشها والاتنين الصغيرين حواليها. الاتنين الصغيرين حواليها، حوالين ال 90. ال 90 اهي واصله من سايد اهي نازله على السايد التاني، يبقى دول الاتنين الصغيرين. طب لو جيت قلت لك مثلا انا عايز اجيب اي واحد من الاتنين الصغيرين دول، عايز اجيب البي سي، هتقول لي يبقى البي سي باور 2 هيبقى ايكوال الاي سي باور 2 الكبير باور 2 ماينس الصغير التاني. مين الصغير التاني؟ الاي بي باور 2. طب يا مستر انا عايز اجيب الاي بي، اقول لك يبقى الاي بي باور 2 ايكوال الاي سي باور 2 ماينس مين؟ ماينس البي سي باور 2. يبقى بيثاغورس قال لك ايه؟ عمك بيثاغورس قال لك ايه؟
عمك بيثاغورس قال لك انت عندك في علاقة بتربط ما بين اطول سايد في الرايت انجل تراينجل، بمعنى اصح ما بين الهايبوتنس والاثنين سايد التانيين والايه، والاثنين سايد التانيين. يعني الفكرة بس ان انت تربطهم ببعض ازاي. قلنا الكبير هو في وش ال 90 ديجري، الصغيرين الاثنين اللي حوالين ال 90، الاثنين اللي ال 90 واصلة بيهم. ده اول حاجة كده عايزك تفتكرها من الترم اللي فات. طب تاني حاجة عايزك تفتكرها من الترم اللي فات الباراليل. تاني حاجة عايزك تفتكرها من الترم اللي فات الباراليل. يعني أنا لو جيت رسمت لك تراينجل بالمنظر ده كده، تمام، وقمت شدد لك لاين في التراينجل ده، شدت لك لاين كده من هنا، قمت قايل لك خلي بالك إن اللاين ده باراليل لده، اللاين ده باراليل لده. فترد عليا تقول لي طب يا مستر في حبة حاجات كده استنتجها. لو أنا قلت إن دي مثلا، لو أنا قلت، ولا أقول لك خلينا بالله، لو أنا قلت إن الأنجل دي 1 والأنجل دي ب 2، انجل 1 بقت ايكوال انجل 2، حد يعرف يقول لي انجل 1 ايكوال انجل 2 اسمها ايه؟ يعني ميجر انجل 1 ايكوال ميجر انجل 2، ده ليه؟ عشان التو سايدز باراليل لبعض. طب الاثنين دول اسمهم ايه؟ 1 و 2 دول اسمهم كورسبوندنج انجل حرف اف. يجي واحد يقول لي هو فين حرف الاف ده يا مستر، انت بتخترع ولا بتقول يا مستر؟ اقول له انت عيل ماشي، ادي يا سيدي حرف الاف اهو، 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 حرف اف اهو، ادي دي انجل ودي انجل جوه حرف الاف. تمام. طيب يجي واحد تاني يقول لي والله يا مستر يعني انا ممكن اعمل حركه، اقول له اتفضل يا سيدي اعمل حركه. يقول لي انا هعمل واحد كده طويل، هعمل سايد من هنا طويل كده، واقوم رايح قايل ان الانجل التالتة دي انجل 3، تمام، واقوم كاتب لك هنا ان ميجر انجل 3 ايكوال ميجر انجل 2. على فكره هي ايكوال ميجر انجل 1 كمان. يقول لي دول اسمهم ايه دول كمان يا مستر؟ اقول له دول اسمهم alternating انجل حرف زد. فين حرف الزد ده؟ اهو يا سيدي اهو، اهو حرف الزد اهو. حرف زد ده ولا مش حرف زد؟ اها، اها، حرف زد اهو. يبقى الانجل هنا والانجل هنا حرف زد اهو. تمام. ماشي. يجي واحد تاني يقوم قايل لي طب بص بقى يا مستر، دي اخر حاجه هقولها لك في الباراليل. اقول له اتفضل يا سيدي. يقول لي ايه رايك في الانجل دي؟ اقول له حلوه. يقول لي دي انجل 4. اقول له ماشي. ايه رايك في الانجل دي؟ اقول له حلوه. يقول لي دي انجل 5. بص بقى يا مستر الخطوه اللي انا هكتبها دي، ان ميجر انجل 4، ميجر انجل 4 بلس ميجر انجل 5، الاتنين دول مع بعض مالهم؟ يقول لي ب 180 ديجري. يقول لي دول حرف يو. اقول له حرف ايه؟ يقول لي يا مستر دول حرف يو. اقول له ازاي يعني حرف يو؟ اقول لك اتفضل يا سيدي اهو، ادي حرف اليو بتاعك اهو. يجي واحد بقى دماغه ضيقه، دماغه ضيقه بمعنى ايه؟ يقول له يا مستر ده حرف يو بس مش مظبوط. اقول له حبيبي انا بقول لك يعني وصف تقريبي يعني، مش لازم يبقى حرف يو يعني حرف يو يعني، مش لازم يبقى عامل لك كده يبقى حرف يو يعني، مش لازم يبقى عامل كده حرف يو. تمام. طيب يبقى 1 مع 2 اللي هو حرف الاف تاني، اللي مش واخد مش شايف حرف الاف اهو، حرف الاف اهو، يبقى دي مع دي. تمام. حرف الاف اسمه corresponding angle. 3 مع 2، ادي 3 مع 2 حرف زد، يبقى دول اسمهم alternating angle. 4 مع 5 يعني حرف يو، يبقى اسمهم interior angle. والاتنين دول مش equal لبعض، لا، الاتنين 4 مع 5 الانجل دي مع الانجل دي الاتنين دول بلس بعض بكام؟ ب 180 ديجري. دي كده الفكرة بالنسبة للأجزاء اللي أنا محتاجها من الترم اللي فات. ممكن أرسم واحدة كمان بس أنا محتاجها من الترم اللي فات عشان شفتها في مسألة. تمام. لو أنت عندك تراينجل بالمنظر ده، بعد كده نبدأ نشتغل الشغل بتاعنا وأبقى خلصت شرح الثلاث دروس على طول وأبدأ أحل. لو أنا رسمت لك تراينجل بالمنظر ده، قمت قايل لك أدي عندك سايد جوه. بص يا سيدي السايد ده بارلل لده، ماشي. بص بقى اللعبة اللي هنلعبها. أول حاجة أنا هسمي تراينجل، أدي هنا A هنا B هنا C، هنا D هنا F. لو أنا جيت قلت لحضرتك ثواني بس، أنا عايز أتأكد كده إن مفيش حد بره عايز يدخل أو حاجة. لا مفيش حد بره عايز يدخل. تمام.
لو انا جيت قلت لحضرتك ان السايد ده، مين السايد ده؟ الاي دي قد الدي بي، ترد انت عليا تقول لي ايه؟ يبقى زيرفور ان الاي اف قد الاف سي، وعلى فكره الاف دي هاف السي بي. تمام. يبقى انت تقول بص بقى يا سيدي عشان نرد على الحته دي، الاف دي عامه اول حاجه هو باراليل للسي بي، ماشي. وعندك ان الاي دي ايكوال الدي بي، وعندك يبقى ترد عليا لو الاتنين دول مع بعض سنس، يبقى ترد عليا يبقى زيرفور ان الاف دي او ان الاي اف ايكوال الاف سي. طب دي هتفيدني في ايه؟ هيبقى عايز اللينس بتاع السايد الاي اف او الاف سي. او هترد عليا بزيرفور تانية، الزيرفور التانية ايه؟ ان الاف دي هيبقى ايكوال هاف السي بي، هاف السي بي. تمام. دي قاعدة بقى كانت تجي لك يمين انت تجيبها شمال، تجي لك شمال انت تجيبها يمين، على حسب اللي هو يقوله لك انت تطبق على بقيته. يعني بمعنى حضرتك انا لو جيت قلت لك الجزء ده وده هترد على انت بالاتنين دول. طب لو جيت قلت لك ان دي قد دي ودي قد دي، هترد عليا تقول لي ان ده باراليل لده وان ده بنص ده. تمام. يعني لو ده باربعة، لو الاف دي باربعة يبقى السي بي بتمانية، لو الاف دي بستة يبقى السي بي ب12. تمام. ده كده الجزء اللي انت كنت محتاجه من الترم اللي فات عشان تعرف تشتغل في مسائل الترم ده. طب اكمل بقى شرح كده على الترم ده. اساسا الترم ده بقى بيتكلم عن ايه؟ الترم ده بيتكلم عن العبط والعته. تمام. بص بقى يا سيدي، العبط والعته اللي احنا فيه. مثلا يعني ايه عبط وعته؟ يعني الموضوع هايف، الموضوع سهل قوي 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 قوي. يقول لك لو انت عندك تريانجل بالمنظر ده، تريانجل عباره عن A وهنا B وهنا C. بص بقى، بص الصعوبة، بص الصعوبة. اجي اقول لحضرتك لو خلي بالك، خلي بالك لو الاي بي اكبر من الاي سي، الاي بي ده السايد ده اهو 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 ده اكبر من الاي سي. تمام. لو الاي بي اكبر من الاي سي تقول لي فين الانجل اللي في وش الاي بي؟ اهي الانجل دي اهي في وش الاي بي. يبقى تقوم ردد عليا يبقى زيرفور ان ميجر انجل سي، الكبير في وشه كبير والصغير في وشه صغير. يعني السايد الاي بي ده في وشه الانجل سي، يبقى السايد الاي بي، يبقى قصدي الانجل سي دي اكبر من انجل بي. يبقى الكبير في وشه كبير والصغير في وشه صغير. يبقى لو السايد الاي بي، لو السايد الاي بي اكبر من السايد الاي سي، تروح تدور على الانجل اللي في وش الاي بي تبقى الانجل سي. تروح تدور على الانجل اللي في وش الاي سي تبقى الانجل بي، يبقى انجل سي اكبر من انجل بي. ده اول جزء عندك. يجي لك السؤال يقول لك رص التراينجل ده، قول لي مين الكبير من مين الصغير. قول له والله اشوف السايدز، لقيت الاي بي ده اطول من الاي سي، اطول من السي بي، يبقى تقول لي يبقى اللي في وش الاي بي تبقى سي، اللي في وش الاي سي تبقى بي. يبقى ترص الانجلز بناء على السايدز. ده كده اول جزء عندك. تمام. اول سيرم عندك يعني من الاخر. تمام. تاني سيرم عندك مبنية على حاجة اسمها الاكستيريور انجل. يعني ايه اكستيريور انجل؟ تعالى اما ارسم لك كده تراينجل بالمنظر ده. لو انت عندك تراينجل كده بالمنظر ده، تمام، قمت جاي راسم لك انجل خارجية كده. مستر انت بصراحة في الشرح بتقوم راسم لنا الرسمة مباشر، وفي الحل الرسمة ما بتجيش مباشر خالص يا مستر. ما طبيعي يعني، طبيعي. ما احنا بنحل كتير ليه يا شباب؟ ما هو الحل الكتير يعلمك ويدرب عينك ويدرب عقلك على ان انت تشوف الحاجة المستخبية. لكن انا في بداية الشرح انا لسه بفهمك، هقوم جايب لك اشكال معقدة او اخليك تقعد تدور على الانجل؟ ما انا لسه في بداية الشرح. عندك اصبحت دي اسمها exterior angle. يعني ايه exterior angle؟ يعني يا مستر مثلا لو انا مسكت قمت عامل سايد كده اصبحت دي exterior angle؟ لا، لا. الاكستيريور انجل تبقى منين؟ الاكستيريور انجل تبقى السايد، اي سايد من الثلاثه بتوع التراينجل تكمله. يعني انت لو كملت ده كده تبقى دي اكستيريور انجل، لو انت كملت ده كده تبقى دي اكستيريور انجل، لو انت كملت ده كده تبقى دي اكستيريور انجل. تمام. يبقى الاكستيريور انجل بتبقى انجل ماشيه على بقيه السايد،
يعني ايه بقيه السايد؟ يعني السايد كمل بره التريانجل، فاصبحت دي اسمها اكستيريور، خارجيه. اول حاجه عايزك تعرفها ان الاكستيريور بتساوي الاتنين الانتيريور بلس بعض البعاد عنها. يعني لو دي انتيريور بعيد عنها دي 1 ودي الانجل 2، فالاكستيريور دي عباره عن الانجل دي بلس الانجل دي. يبقى الاكستيريور عباره عن الانجل دي بلس الانجل دي. يعني انا عايز اسال سؤال، يعني لو دي ب 100 ديجري، تمام، يبقى الاثنين دول بلس بعض بكام يا شباب؟ هتقول لي ب 100 ديجري. اقول لك كلام جميل وزي الفل. اسال بقى سؤال لحد بيفهم. انت قلت لي لو دي ب 100، تمام، يبقى دي لازم، او دي مع دي الاثنين 1 و 2 مع بعض لازم يكونوا بكام؟ لازم يكونوا ب 100 هما كمان، صح ولا مش صح؟ هتقول لي اه صح. هقول لك طيب ايه رأيك لو قارنت ما بين دي وما بين دي، مين فيهم اكبر من بعض؟ ها، الاكستيريور ولا الانتيريور؟ الاكستيريور. الاكستيريور. 100% لازم تكون يا راجل يا طيب، ده انت بتقول ان الاكستيريور دي أج... قد دي بلس دي، قد الاتنين دول بلس بعض. يبقى طبيعي ان الاكستيريور دي تبقى اكبر من دي لوحدها واكبر من دي لوحدها، صح ولا مش صح؟ يبقى لو احنا سمينا كده، ادي ده A وهنا B وهنا C وهنا ده D، يبقى measure angle ACD هيبقى ايه؟ هيبقى greater than measure angle A، تمام، وهيبقى greater than وميجر انجل ACD هتبقى greater than measure angle B، تمام، هتبقى اكبر من الاتنين دول. ماشي. طب ايه علاقتها باللي جنبها الصغيرة اللي جنبها دي؟ مش شرط، هنا مش شرط، ممكن تكون اكبر منها، ممكن تكون قدها، ممكن تكون ايكوال ليها، تمام. بس العلاقة اللي بتربط ما بينهم ان الانجل دي بلس الانجل اللي جنبها ب 180 ديجري. يجي واحد بقى يقول لي يا مستر ما بتجيش في ما بتجيش في الاسئله كده. اقول له عندك حق، هي بتيجي في الاسئله بالمنظر ده. يقوم راسم لك تريانجل كده بالمنظر ده، تمام، ولا اقول لك بلاش كده بالمنظر ده؟ هي تجيلك ازاي؟ ادي تريانجل، اه هي فعلا ممكن اقوم راسم لك كده. عامه في الحاله دي تعتبر الانجل اللي انا معلم عليها، تمام، اكستيريور لمين؟ ثانيه واحده. لا دي مش هتعتبر اكستيريور، يعني احنا ممكن نرسم لك واحده، ثواني افتكر واحده بس من شكل الاسئله، عشان في سؤال كده هحله معقد شويه. اه يعني لو جيت مثلا رسمت لك تراينجل بالمنظر ده، تمام، وقمت عامل لك جواه تراينجل كده، تمام، هتقول لي فين الاكستيريور؟ لو انا طولت ده كده بالمنظر ده، اصبحت دي هنا كده اكستيريور لدي ودي، واصبحت دي اكستيريور لدي ودي، تمام. ازاي؟ ما انا قايل لك الاكستيريور هي بتبقى تكمله هنا اهي، تكمله هنا اهي، ما هي كملت على التراينجل ده. لسه لما ندخل في الأسئلة هتشوفوا يعني، تمام. ادي فكرة تانية من افكار الايه، اول 3 دروس في الاكزيومز اوف تراينجل، تمام، او الاكزيومز اوف انيكواليتي عامة. بعد كده الانيكواليتي ان تراينجل، ماشي. يبقى احنا زي ما اكدنا بدل المرة الف مرة ان السايد الكبير في وشه انجل كبيرة، والانجل الكبيرة في وشها سايد كبير، الكبير في وشه كبير والصغير في وشه صغير. طيب طبعا السيرم اللي جايه دي كان شرحها بيبقى احسن بكتير لو احنا اوف لاين، تمام. ادي تراينجل بالمنظر ده، انا هلفه كده ولا اقول لك خلينا ارسم انا تراينجل احسن. لو انا جيت رسمت لك تراينجل كده بالمنظر ده، ماشي، انا هعمل كده عشان انا عايز يعني ايه، عايز ان بصوا يا شباب انتوا خدتوا بالكم ان انا خدت كوبي لنفس اللاين سيجمنت؟ انا قاصد عشان يكونوا الاتنين نفس اللينس، يعني انا قاصد عشان يكونوا الاتنين نفس اللينس. وهبدأ افهمكم دلوقتي انا قصدي ايه. الناس معايا بقى كده واحدة واحدة قبل ما أقفل الشكلين وتفهم اللي أنا هعمله. السايد ده أنا هعلم عليه بالأحمر أهو، السايد ده قد ده، والسايد ده
قد ده. تعالوا بقى نشيل السايد التالت ده، نبعده بعيد كده خالص. تمام. ايه رأيكم كل ما نمسك الاتنين دول، شايف الاتنين دول، كل ما نمسك الاتنين دول، كل ما نفتحهم، يعني ايه نفتحهم؟ يعني كل ما نخليهم يبصوا لفوق كده، يبص كده يبص كده يبص كده، المسافة ما بين هنا وهنا ايه اللي هيحصل لها؟ هتزيد ولا هتقل؟ هتزيد. هتزيد، صح؟ ماشي، تعالى نرجع كده تاني. ادي السايد قد السايد، والسايد ده قد السايد ده، يبقى ايه اللي هيتحكم في طول السايد التالت؟ مين اللي هيتحكم؟ قولوا اللي انا لسه قايله. انا قلت انا عملت ايه؟ بدأت الف ده، اعمله كده اهو، اديني بلف اهو، ببعده اهو، اهو كل ما الف اهو كل ما بعيده المسافة بتبعد. السايد التالت اهو ما بقاش قادر يقفل، اهو ما بقاش قادر يقفل اهو. عرف يقفل ولا ما عرفش يقفل؟ لا ما عرفش، صح؟ ما يبقى كل ما عمال انا اعمل ايه؟ كل ما عمال الف. عارف يعني ايه كل ما عمال تلف؟ يعني ايه كل ما عمال تلف؟ يعني كل ما انا بكبر الانجل، كل ما انا بعمل ايه؟ بكبر الانجل. كل ما انا بكبر الانجل دي، تمام، كل ما السايد التالت ده طوله يحصل فيه ايه؟ يطول. يعني بص اللي انا هعمله الناحية التانية كده، انا اهو، اهو انا هفتح ده الناحية التانية اهو، على الرغم من ان انا جبت سايدين نفس الطول ده، نفس طول ده، وده نفس طول ده، انتوا شايفين قدام عينيكم انا خدته عملت له كوبي، تمام، ولكن السايد التالت طلع اطول واقصر بناء على ايه؟ بناء على الانجل دي. ما الانجل دي واضح جدا اهي، اهي يا راجل يا طيب، اهي اهي، بص دي عامله ازاي كبيره ازاي، بص دي صغيره ازاي. واضح جدا ان السايد التالت اصبح طوله متعلق بايه؟ السايد التالت اصبح طوله اهو، حتى واضح جدا ان السايد التالت ده اطول من ده، على الرغم من ان الطول بتاع ده، اللينس بتاع ده قد اللينس بتاع ده بالظبط، واللينس بتاع ده قد اللينس بتاع ده بالظبط، ولكن السايد التالت طلع هنا اطول من هنا بناء على ايه؟ بناء على الانجل. يبقى بمعنى اصح لو انا عندي تو تراينجل، ادي التراينجل الاولاني عبارة عن A، وهنا B، وهنا C، وهنا D، هنا E، هنا F. لو انا جيت قلت لحضرتك خلي بالك since ان ال AC equal ال DF كوما وال AB equal ال EF، ولكن انهي انجل اكبر من التانية؟ هتقول لي since ان measure angle D اكبر من measure angle A. طب احنا قايلين الانجل الكبيرة في وشها ايه؟ ها؟ وشها سايد كبير، يبقى هتقول لي يبقى زرفور طالما انجل دي هي الكبيرة، يبقى السايد اللي في وشها ده المسافة، اللينس ما بين التو سايدز التانيين اقصر اطول من هنا، يعني الاي اف اصبح اطول من البي سي. يبقى هتقول لي يبقى زرفور ان الاي اف greater than البي سي. ودي كانت اخر سيرم في الدرس التاني، او كده بمعنى اصح دي السيرمز اللي موجودة في أول 3 دروس في الجيومتري. تمام. كل اللي أنا محتاجه دلوقتي إن أنا أعمله إيه؟ إن أنا أبدأ أحل. تمام. شوفوا سبحان الله الكتاب كان مفتوح أصلا. طبعا هو الكتاب كان مفتوح عشان بس الناس بتاخد يعني إيه معلومة كده مفكرة إن المذاكرة حاجة مقرفة، وإن المذاكرة على الطالب لوحده. الكتاب كان مفتوح عشان كنت قاعد بذاكر، يعني كنت قاعد بذاكر قبل يوم الأربع، كنت قاعد أقرأ كده السلندر هو عايز فيها إيه وعايز يوصل لإيه وهكذا. فحضرتك أنت مش بتذاكر لوحدك يعني. طبعا أنتوا عارفين كلكم حوار إيدي ده، تمام، إن أنا عامل عملية في إيدي وهكذا. تمام. اللي أنتوا مش عارفينه برضو إن سبب من أسباب العملية، وسبب من أسباب إن الموضوع كبر ودخل في 3 عمليات مش عملية واحدة، دكتور كبر دماغه يعني، ماشي، بطل يذاكر، ماشي.
ان هو لو كان بيذاكر كويس، بتكلم بجد مش بهزر ومش بأفور، الدكتور ده لو كان بيذاكر كويس، تمام، طبعا ده لا يمنع قدر ربنا تحت اي ظرف من الظروف، انا كده كده كان هيحصل في ايدي كده وكنت هدخل عمليات، ماشي، بس احنا بنتكلم ان الاهمال الطبي او الاهمال البني ادم، ان هو بطل يذاكر، بطل ينفتح ويبص على المعلومات، كان زماننا دلوقتي ما كانش زماني ايه عامل 3 عمليات في ايدي، كان زماني عامل عملية واحدة، كان زماني اصلا دلوقتي شغال علاج طبيعي وبعالج في ايدي خلاص، تمام، بس الدكتور شخص غلط، لفيت على عدد من الدكاترة مهول، كل واحد فيهم كان بيهبد، تمام، وبيقول معلومة معكوسة ما تنفعش أصلا، لا تصح إن هو يقولها، ده بسبب إن أنت ما بتطورش من نفسك، قاعد محلك سر حافظ كلمتين وخلاص. فلو أنت مفكر إن أنت المذاكرة هتبقى متعلقة بالمدرسة وخلاص، فهتبقى عبيط، يبقى أنت مش هتتطور في أي حاجة، مش هتوصل لأي حاجة، تمام. نرجع لموضوعنا. example number 1، هنا بيقول لك in the given figure لو أنت عندك ال AB equal لل AC، التراينجل اي بي سي اهو، تمام، الاي بي ايكوال الاي سي، ما ينفعش تعدي مسألة في الجيومتري من غير ما تحللها، تمسك كل حاجة فيها تفهم هو عايز ايه وبيقول كده ليه. ادي تراينجل، لما اجي اقول لك جوه تراينجل في سايد ايكوال لسايد، ترد عليا على طول ان الانجل ايكوال الانجل. يا راجل يا طيب، احنا بنقول السايد الكبير في وشه انجل كبيرة، طب الاتنين ايكوال لبعض يبقى الانجل دي قد الانجل دي. انجل مقسومه جزئين، حته منها فوق حته منها تحت، حته منها فوق حته منها تحت، يبقى طبيعي تلقائي ما ينفعش تقرا الانجل دي بحرف واحد، يعني ما ينفعش تيجي تقول لي على الحته دي انجل بي، لا، لازم تحدد انهي بي اللي فوق ولا بي اللي تحت، سي اللي فوق ولا سي اللي تحت، يبقى لازم اقرا الانجل ب3 حروف، ما بعرفش اقرا الانجل ب3 حروف يا مستر، واحده واحده. ادي الانجل اهو، مين الحرف بتاعها اللي انا عايز اقراها؟ البي في النص، يبقى تبدأ من عند الاي، ادي اي بي، انت عايز تحت ولا جنب؟ انا عايز جنب هنا، انا عايز الحتة دي بس، يبقى انا اهو وصلت اي بي ورحت لحد السي، يبقى اللي انا عايزها الحرف بتاعها بيبقى في النص، واشوف يا النهاية ايه يا النهاية سي، يبقى اي بي سي. نفس كذلك الامر، انا عايز السي، عايز السي، يبقى اقول ادي السي بتاعتي هيبقى الحرف بتاعها في النص، تمام، بعد كده اقول ادي اي سي، انا عايز تحت ولا اقفل؟ اقفل على الجنب هنا اهو، انا عايز الجزء ده، يبقى اي سي بي. لو واحد جه تاني قام قال لي بي سي اي، صح يا حبيبي، انا مشيت كده، قمت طالع واخد الجزء ده، انا عايز الحتة دي بي سي اي او اي سي بي، هي، تمام. ما بحبش لما يكون عندك معلومة في الجيومتري بالمنظر ده تنقل أو تكمل قراية في المسألة. ليه؟ خد درجات. أنت بتقول لي الجيومتري معقداني ومش عارف أحلها ومش عارف أكتب البروف، خد درجات. اخرج من السؤال معاك أقصى عدد من الدرجات. أنت عندك دلوقتي عرفت إن السايد ال AB ايكوال السايد ال AC، قلت لي يبقى الأنجل قد الأنجل، ما تروح تكتبهم. ادي المين سنس وادي المين فور، سنس الجزء اللي موجود عندنا في السؤال، يبقى سنس ان الاي بي ايكوال الاي سي، هتقول لي يبقى فور ان ميجر انجل اي بي سي ايكوال ميجر انجل اي سي بي، اقول لك زي العسل، زي الفل. مستر يعني انا السطرين دول لو انا مش عارف احل السؤال وكتبتهم هاخد درجة؟ اه والله هتاخد درجة، لان انت اصلا جبت جزء من حل السؤال. يعني لو السؤال عندك بيبقى بكام درجة؟ السؤال بيبقى عندك ب3 درجات، ال7 أسئلة مقالي، 7 مقالي ب21 درجة، و9 أسئلة تشوز ب9 درجات، يبقى الامتحان بيتصحح من 30 درجة على طول، تمام. فأنت عندك السؤال ب3 درجات حضرتك، فأنت خدت ده كده على الأقل، خدت لك درجة من 3، 1 من 3 أحسن من 0 من 3. نكمل. بعد كده بيقول لك ميجر انجل دي بي سي، اروح اقرا دي بي سي، ميجر انجل مين؟ دي بي سي، دي بي سي اهي، اللي هي دي، تمام، مالها اكبر من ميجر انجل دي سي بي؟ فين دي سي بي؟ ادي دي سي بي اللي هي دي، يعني دي اكبر من دي، تعالى بقى نكتبها بخط يثبت، يعني دي كده هحط عليها علامة صح، ودي كده احط عليها علامة غلط عشان اميز لنفسي ان الانجل دي اكبر من دي. بعدين بقى هستفيد منهم ايه؟ تعالى اما نشوف هو عايز يثبت ايه.
بيقول لحضرتك بروف ذات ايه؟ بيقول لك بروف ذات، ماشي. بروف ذات ايه بقى؟ بروف ذات ان ميجر انجل اي بي دي اكبر من ميجر انجل اي سي دي. تعال اما نشوف كده هما فين دول. اي بي دي، يعني عايز الحتة دي كلها تبقى اكبر من اي سي دي، تبقى اكبر من الحتة دي كلها. اعملها ازاي؟ اعملها ازاي يا راجل يا طيب؟ يا راجل يا طيب، فاكرين المثال اللي انا قلته في بداية الحصة؟ تعالى كده اما نشوف المثال. ادي الفلوس اللي معايا ازيد من الفلوس اللي مع ياسين، زودنا هنا حتة وزودنا هنا الحتة. الحتة دي قد دي، يبقى طبيعي الكبير يفضل كبير والصغير يفضل صغير. حد فهم حاجة؟ الناس كلها ترد. ايوه يا مستر. احمد وسليم. مستر طب هو امتى قال ان دي اكبر من دي؟ ما هو قال اهو، ما انا عامل لك هايلايت عليها اهو. اهو هو قال ان الحتة دي اكبر من دي. مين اللي سأل؟ انا ماشي. سليم، ايوه يا مستر. انت معايا ولا نايم ولا فاهم ولا ايه؟ ايه؟ ركز. فاهم يعني؟ اه. في حاجة مش فاهمها؟ لا. تمام، ماشي. يبقى هو بيقول لك بروف ذات ان ميجر انجل اي بي دي اكبر من ميجر انجل اي سي دي، وقال لك ان الحته، قال لك ان الحته الدي بي سي اهي اكبر من الحته الدي سي بي. هتقول لي يلا الجزء ده يا ريس هو اداهولك في المساله، الجزء اللي اداهولك في المساله بتكتب عليه سنس. يبقى سنس ان ميجر انجل دي بي سي greater than measure angle دي سي بي. سنس ان الاتنين دول اكبر من بعض. بص بقى يا حبيبي، بص يا حبيب قلبي، امسك كده الحتة دي بلس الحتة دي A B C اهي اهي، ادي A B C. لو زودت عليها دي بي سي يبقى زودت عليها دي بي سي يبقى زودت عليها دي، يبقى الاتنين دول بلس بعض يدولك مين؟ يدولك الكبيرة A B دي كلها. يبقى انت هتقول لي since ان measure angle دي بي سي بلس measure angle A B C، مين الكبير الدي بي سي ولا الدي سي بي؟ هتقول لي الدي بي سي كبير اهو، العلامه باصه هنا، يبقى العلامه تفضل باصه هنا. يبقى جريتر زان، ممكن نزود كده عشان اعرف اكتب. يبقى جريتر زان ميجر انجل الدي سي بي الحته الصغيره دي بلس الحته التانيه اللي فوقيها دي بلس ميجر انجل اي سي بي. تمام. طيب هو ليه يا مستر السطر ده؟ انا مش فاهم ليه يا مستر السطر ده، ليه يعني؟ يا عم الحاج، يا عم الحاج، يا عم الحاج، فلوسي ازيد من فلوس ياسين، زودت على فلوسي جزء وزودت على فلوس ياسين جزء مساوي للجزء اللي انا سويته اللي انا زودته على فلوسي، يبقى هي ولا لا؟ يعني مثلا انا هنا معايا 70، مثلا انا هنا معايا 70 وهنا معايا 30. تعالى نكتبها كده عشان الكتابه المطروحه. هنا ده ب 70 وده ب 30، مش الاتنين دول ايكوال لبعض؟ يعني لو ده ب 50 يبقى ده ب 50. زودت هنا 50 وزودت هنا 50، ايه اللي يحصل؟ ما يفضل ده الكبير، ما يفضل الحتة دي هي الكبيرة. صح ولا انا غلطان؟ صح. ماشي. ثانية واحدة ندخل حد. يبقى يفضل طبيعي هنا الجزء ده هو الكبير بس. خلاص خلصت المسألة يا ريس، خلصت المسألة. ما هو الاتنين دول بلس بعض. تعالى كده نقرا الدي بي سي بلس الاي بي سي. ادي الدي بي سي يعني الحتة دي مع الاي بي سي، يبقى الحتة دي مع دي، الاتنين دول مع بعض. لما تحب تقرا الاتنين دول مع بعض تقول لي يبقى انا همشي من الاي لحد البي وانزل تحت، يبقى اخد دي كلها.
يبقى هتقول لي هنا يبقى therefore ان measure angle ABD greater than measure angle مين الناحية التانية ACD. ده اللي هو عايز يثبته. تمام. في مشكلة في المسألة العبيطة دي؟ ماشي. في حتة أنا ما شرحتهاش في الدرس. المسألة دي example number 2 ده معقد شوية. تمام، بس أنا هشرحه. ما أعتقدش إن هو ممكن يجي في امتحان. ممكن يجي في إدارة التجمع، حبايبي بتوع التجمع، بسملة وسليم. تمام. ممكن يجي في إدارة مصر الجديدة برضو. شرق مدينة نصر عندنا الامتحان بيجي هايف أصلا. حتة النوت دي أنا ما شرحتهاش بصراحة. يعني النوت دي أنا ما شرحتهاش، مش عايز أشرحها، إن هي متخلفة ومعقدة أوي. معقدة أوي، معقدة أوي يعني. خليها بس لما نشوف في امتحان الشهر. يعني ما أعتقدش بصراحة إنها هتيجي. لو جت عند حد هنبقى نتكلم عليها بعد كده. تمام. تقول يا مستر أنت هتسيبنا إنها ممكن تيجي في الامتحان؟ لا مش ممكن، ما أعتقدش. كده كده ممكن تتحل من غيرها، يعني مسألة ممكن تتحل من غير الحتة دي. لو كان في عندنا وقت أطول من كده كنتوا ظابطين نفسكم شوية في الجومتري، كنا اتكلمنا في النقطة دي. بس في ناس لسه أصلا بتاخد جومتري والامتحان بتاعها بعد يومين. In the given figure بيقول لك the point D lies inside the triangle ABC. ما قالش أي حاجة من الآخر. بيقول لك prove that إن measure angle BDC greater than measure angle A. عايز أثبت إن الأنجل دي أكبر من الأنجل دي. أثبتها إزاي؟ حد يعرف؟ حد يعرف يفكر معايا؟ طب يعني في ناس في الميتنج مثلا ما خدوش المسألة، أحمد وسليم بس. بقية الناس أنا شرحت لهم المسألة دي. يعني جروب بسملة، جروب بسملة وليلى. تمام. أنا أوريدي كاتب لكم المسألة دي في الكشكول، كشكول الحصة اللي بنشرح فيه. تمام. فريدة، فريدة مفيش حد متبقي غير من الجروب بتاعها، ما حدش حضر غيرها أصلا. تمام. محمود صاحبك يا سليم مهوي ما شاء الله عليه، سألني من الصبح الحصة امتى وبتاع، ومهوي. ماشي. ما انا حالل معاكم المسألة دي على البورد برضو. انا مش فاهم ايه الصمت ده، يعني المفروض الناس تجاوب. لو انت عملت اكستنشن كده، ركز كده. لو انت عملت اكستنشن بالمنظر ده، انا عايز بس ارسم الاكستنشن حلو عشان ما يبقاش ايه مضايقكم. لو انا عملت اكستنشن بالمنظر ده، ماشي، حلو. انت بارد. انا عملت اكستنشن بالمنظر ده. عايز الناس تبقى شوافة بعد اذنكم بس شوية. تمام. وتاخد بالها وتحاول تلقط معايا بسرعة. تمام. ايه العلاقة ما بين الانجل اللي انا بعملها بالاحمر دي وانجل ايه؟ ها؟ طب انا اقول لكم على حاجة تانية. ايه؟ equal. ايكوال؟ مين اللي قال ايكوال ده؟ عشان انا هعدمه اصلا اللي قال ايكوال ده. مين؟ مين اللي قال لي ايكوال ده؟ أنا انهي فريدة؟ انهي فريدة في الاتنين؟ فريدة هارفارد ولا فريدة بتاع جروب ليلى؟ جروب ليلى. امم انت عايزة الحرق. ها سليم، تعرف تقول لي الانجل دي ايه؟ ده انت كنت بتلقطها وهي طايرة. الانجل دي علاقتها بالانجل دي. آه. فريدة هارفارد، فريدة حسين. نعم. تعرفي تقولي لي ايه العلاقة ما بين الانجل اللي بالاحمر وبالازرق؟ الأنجل اللي بالأزرق أكبر من اللي يا بالأحمر. مستر ده انت هتموتيني انت مستر كمان. اقعدي قولي يا ياسين يلا. مستر هي اكبر عشان حرف اف. ايكوال. اه. اه. ايكوال. اسود ومنيل. انا هبطلها الشغلانه دي. طب ايه انده مين تاني؟ انا ندهت على الناس كلها. يحيى، يحيى وليد.
انت ساعات بتلقط حاجات كده وهي طايره. ايه العلاقه ما بين الانجل اللي بالاحمر والانجل اللي بالازرق؟ اسمها ايه superior. طيب؟ ممتاز. آه. ممتاز 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 ممتاز، عسل عسل. exterior angle. عامة يا يحيى، انت كل ترم بتلقط حاجة معينة وبتقفش على الحاجة دي، معرفش ليه. يعني انت فاهم الترم ده انت اي exterior angle بتجيبها، مش عارف ايه السبب. حتى لو هي مش واضحة اصلا انها exterior، صعب قوي انها تبقى exterior. انا نفسي ما خدتش بالي اول مرة وانا بحل السؤال ده، بس عسل جامد يعني. طيب هو يحيى قال ان دي exterior angle، هيبدأ يحصل خناقة. فين الاكستيريور انجل في الموضوع؟ اقول لك يا ابو كهل، انت وهو وهي. تمام. انا عملت اكستنشن بالمنظر ده، انا برسم لك المسألة تاني عشان خليك تتخيل. عملت لك اكستنشن بالمنظر ده. بص يا ابو جهل، من شوية كده اما شرحت لك الاكستيريور انجل، وقلت لك يا حبيبي الاكستيريور انجل اهي خارجة من هنا. طبعا انت عايز كل مرة تشوف الاكستيريور انجل تيجي لك في المسألة لازم تيجي لك بالمنظر ده. يا راجل حرام عليك، يا راجل حرام عليك. لف المسألة يا سيدي، امسك الورقة بتاعتك ولف المسألة اهو. تمام اهو. اديني لفت لك التريانجل خالص اهو، وثبت لك اهو. اهي يا سيدي اهي الانجل اهي. الانجل هي الحتة دي. دي كده مش اكستيريور لدي ولا اكستيريور ليها؟ اهي اكستيريور اهي. السايد كملته اهو بره التريانجل اهو، كملته اهو بره التريانجل اهو. تمام، اصبحت دي اكستيريور لدي. تمام. تعالى بقى نرجع الرسمة تاني مكانها تاني اها. اها، رجع الرسمة تاني زي اللي فوق بالظبط. لازم تخلي عينك ودماغك في الجومتري تلف معاك. لازم لازم تخلي عينك ودماغك تلف معاك. يبقى العلاقة ما بين الانجل دي ودي، دي واحدة واقفة بره التريانجل اهي. بره التريانجل ده اللي بالازرق ده. واقفة بره التريانجل اللي بالازرق. يبقى ايه العلاقة؟ يبقى دي اكستيريور انجل. تمام. طيب اولا انت لازم تسمي بقى حرف هنا، لازم تسمي حرف هنا. هتسمي الحرف ده مثلا اي. تمام. هتسمي الحرف ده اي. يبقى اصبحت الانجل اللي هي اسمها بي اي دي. ليه بي اي دي يا عم بقى؟ ارحمني بقى، ارحمني بقى. الانجل في النص اهي، في النص اهي، الحرف بتاعها يبقى الاي. يبقى بي اي دي اهي. هتفضل لحد امتى مش عارف تقرا الانجل؟ ادي بي اي دي بره التريانجل ده اهو، براه اهو، براه. يبقى الانجل دي، يبقى الانجل دي الحته دي كده اكبر من دي. تمام. ادي حاجه. تاني حاجه، ركز كده على دي، ركز على دي. ايه علاقتها مع دي؟ حد يقول لي بقى. ايه العلاقه ما بين الانجل اللي بالازرق اللي هي انجل بي دي سي، والانجل اللي بالاحمر اللي هي انجل بي اي دي؟ حد يقول لي ايه العلاقه ما بينهم؟ مين فيهم؟ exterior ها؟ angle. يبقى انجل مين؟ BED exterior angle. اه اكستيريور. هتموتوني وتجيبوا لي جلطه يابا، هتموتوني وتجيبوا لي جلطه. يبقى ايه؟ يبقى المستر ده مات ازاي؟ مات عامل عمليه في ايده ومجلوط. تمام حبيب قلبي، يا روح قلبي. BDC. الموضوع عشان بس اتلخبطت. BDC. الموضوع مش بالحفظ والله. الماس ما فيهوش حفظ تماما. انسوا ان الماس يبقى فيه حفظ. بس مادة فهم. حبيب قلبي، ادي التراينجل التاني اهو. ارسم التراينجل بتاعك، حدد التراينجل بتاعك. كده مين اللي اكستيريور لمين؟ كده اصبحت الزرقاء هي اللي اكستيريور للحمراء. كده الزرقاء دي هي اللي اكستيريور، هي اللي بره المثلث. الحمراء هنا بره التراينجل ده فدي اللي اكستيريور. الزرقاء هنا بره التراينجل ده فهي اللي اكستيريور. اعرف على طول مين الاكستيريور، حدد الاكستيريور. تمام. طيب انا كده حددت. برضه انا يعني مش فاهم العلاقة برضه كويس، ومحتاس ومحتار. بص يا ريس،
اللي بالاحمر دي اكبر من دي، واللي بالازرق دي اكبر من اللي بالاحمر دي. يبقى ايه العلاقة ما بين الاتنين دول؟ مين فيهم تبقى اكبر من التانية؟ شباب انا كل اللي عملته هنا في المسألة جبت لها مشترك في النص، كوبري واصلة في النص بتربط ما بين دي ودي. انا ما عنديش علاقة مباشرة ما بين دي وما بين دي، قمت جايب دي، جبت اللي بالاحمر، لقيت اللي بالاحمر اكبر من اللي هناك دي، اكبر من الزرقاء اللي هناك دي، والزرقاء دي طلعت اكبر من الحمرة دي. يبقى ايه العلاقة ما بين الزرقاء والزرقاء؟ ان دي بلس إن دي دي ايكوال أكبر دي. من الإيه؟ مين اللي بيقول دي بلس دي؟ يحيى؟ لا أحمد. لا طبعا، ليه؟ دي بلس دي هتبقى اكبر إن ليه؟ إن دي أكبر من الإيه؟ ممتازة فريدة. فريدة صح؟ اه. ممتازة، يبقى الدي اكبر من الايه. يا جدعان يا جدعان يا جدعان، اخوك الوسط، اخوك الوسط ده، اخوك الوسط اكبر من الصغير واصغر من اخوك الكبير. يبقى اكيد اخوك الكبير ده اللي هو ده اكبر من اخوك الصغير ده، اكيد يعني، مش محتاجة دي ذكاء. تمام. انا عندي واصلة في النص، واصلة في النص. الواصلة اللي في النص دي مالها؟ الواصلة اللي في النص دي اكبر من اللي هناك دي، والواصلة دي أكبر من دي. يبقى طبيعي أنا أكبر من دي ودي أكبر من دي، يبقى دي أكبر من دي باي سنس كده. لما أقول أنا أكبر من ياسين وياسين أكبر من أحمد، يبقى أنا أكبر من أحمد. ما هو أنا أكبر من ياسين اللي هو ياسين أصلا أكبر من أحمد، يبقى طبيعي أكون أنا أكبر منهم هما الاتنين. ماشي. يبقى هنقولها إزاي بقى؟ نبدأ بقى إزاي؟ أنت أول حاجة عملتها في المسألة رسمت خط، تمام؟ يبقى هتقول لي يبقى construction. يعني ايه كونستراكشن؟ يعني انشاء. انا بانشئ شيء في المساله، بزود لاين في المساله. درو ايه بقى؟ سي اي، وتعمل له علامه ري بالمنظر ده. رسمت السي اي، تمام. هتقول لي اول حاجه كده since ان measure angle BED is an exterior angle. هي exterior لأنهي triangle؟ انجل بي دي اللي هي الانجل اللي بالاحمر دي exterior triangle. ال AEC is an exterior angle of triangle مين؟ of triangle ACE. هتقوم قايل له يبقى therefore ان measure angle BED دي greater than measure angle ايه. هي اشمعنى measure angle ايه قريتها بحرف واحد؟ عشان مش مقسومه حتتين. تمام. الخطوه اللي وراها هتتكلم على البي دي سي، الانجل دي، على اساس ان هي اكستيريور للتريانجل الصغير ده. هتكتب نفس الكلام since ان ميجر انجل بي دي سي is an. مستر هو انا ينفع اشيل ميجر انجل دي واقول ان انجل بي دي سي؟ ممكن عادي، الاصح اصلا ان انت تكتب كده. اللي عايز يكتب كده يكتب، اللي عايز يكتب كده يكتب، عادي يعني، الدنيا بتمشي. since ان ميجر انجل بي دي سي is an exterior angle. exterior angle لايه بقى؟ مش عارف اثبت التابلت واكتب عشان مش قاعد على ترابيزه. is an exterior angle of triangle مين؟ of triangle مين بقى؟ of triangle BDE. ننزل بقى الصفحة اللي تحتيها. هتقول لي يبقى therefore هنا ايه؟ therefore برضو ان measure angle BDC greater than measure angle مين بقى المرة دي؟
اوعى المرة دي، اوعى المرة دي، اوعى المرة دي تقراها البي دي سي هتقراها ب3 حروف، والبي اي دي برضه هتقراها ب3 حروف، او هتقرا بحرف واحد. يبقى greater than measure angle BED. عايز الناس تبص على السطرين اللي انا هعملهم بالهايلايتر، ده وده. يا راجل يا طيب، دي اكبر من دي ودي اكبر من دي اللي هي هيها دي، يبقى ايه العلاقة ما بين دي ودي؟ يبقى تقوم جاي كاتب على جنب مستر ياسين. ماشي. عشوائيات الاونلاين، بموت انا في عشوائيات الاونلاين دي. يبقى تقول لي واحد بقى لو عايز يزوق الكلام قوي يعني يكتب هنا ده 1 وده 2. تعرفين لو يسمحوا في الامتحانات ان انت تكتب بقلم اسود وقلم ازرق وتلون كده، بس طبعا الكلام ده مستحيل يحصل في الامتحان، لان اصلا خطكم في الامتحان بيبقى ما بيتقريش اساسا. هتقول لي يبقى from 1 و 2 يبقى therefore ان measure angle BDC. عارفين انا دايما كنت بحب اقولها بطريقه، دايما كنت احب اقولها شيل المتشابه وحط المختلف. ادي ده المختلف وده المختلف، يوم ما الدنيا تعطل معاك على الاخر يعني لقيت 2 متشابهين شيلهم وحط المختلف. يبقى therefore ان measure angle BDC، وري قلم احمر فازرق كده، يبقى measure angle BDC هيبقى greater than measure angle A. بس كده خلصنا المسألة دي. واحدة من الأفكار التقيلة. تمام. حتة النوت اللي أنا ما قلتهاش دي موجعة ضميري أوي بصراحة، بس المسألة دي معقدة أوي بجد، معقدة أوي، معقدة أوي. طيب خلي حاجة زي كده يعني، عشان بس احنا بنشرح كم كبير يعني، خلي حاجة زي كده والأفكار اللي زي كده هقولها في المراجعة بتاعة امتحان الشهر. تمام. واحنا بنراجع الامتحان الشهر هم قايل لكم المعلومة دي. example number 4. انا شرحت example number 4. ناخد example number 4 كده، example عبيط اصلا. انا ليه فاتح باخد اسئلة من كتاب المدرسة؟ ده الواقع بعد كده اللي هشتغل منه اصلا، يا كتاب مدرسة يا كتاب تقييمات المعاصر. ان شاء الله ان شاء الله السنة الجاية، بس لو المنهج بتاعكم نزل بدري شوية، عشان احنا المنهج بينزل قبل الدراسة بأسبوع، هكون محضر لكم ملازم. تمام. وهنهي تماما فكرة المعاصر دي، مش هعتمد عليه يعني. المعاصر هشتريه لنفسي أنا، تمام، لكن مش هخلي الطلبة تشتريه. هكون الملزمة كلها جايب أسئلة كتاب المدرسة وكتاب التقييمات، لأن نتأكد بدل المرة ألف مرة إن الامتحان بتاع الشهر أو امتحان الفاينل ما يخرجش بره كتاب المدرسة وكتاب التقييمات. هنا بيقول لك أنت عندك السايد ال AD equal للسايد ال DC. عايز يثبت إن السايد ال BC تمام أكبر من السايد ال AB. أثبت إزاي العك كده؟ بص يا سيدي، اللي ما أنت بمنتهى البساطة، السايد ده قد السايد ده، تبقى الأنجل دي قد الأنجل دي. تمام. ماشي. هو عايز يثبت إيه؟ عايز يثبت السايد ال BC ده كله، عايز يثبت إن ده كله أكبر من ده. طب ما مش محتاجة ذكاء، لازم يكون ده أكبر من ده. ليه؟ بص يا حبيب قلبي، أنت معاك دي قد دي، صح؟ تمام. طب ايه رأيك لو انا مسكت دي كده قمت مزود عليها الحتة دي؟ طبيعي دي هتطلع اكبر من دي، فبالتالي الانجل الكبيرة في وش السايد الكبير، الانجل الصغيرة في وش السايد الصغير. بس خلصت المسألة. تمام. هتقولها انت ازاي؟ هتقول لي سنس، اول حاجة كده سنس ايه؟ سنس ان الدي ايه او الاي دي زي ما هو كاتبها، سنس ان الاي دي ايكوال الدي سي، يبقى زرفور. يجي واحد بقى، انا اسف بقى في اللي هقوله، عيل فلاح سباك ويقول لي ان ميجر انجل ايه ايكوال ميجر انجل سي.
بقالي انا من اول الحصه بقالي ساعه بهاتي انجل ايه مقسومه حتتين، ما ينفعش تقراها بحرف واحد. يجي هو بعد كل ده يقول لك انجل ايه وانجل سي. انت عارف فلاح ماس. انجل ايه يعني دي كلها، الحته الصغيره دي اسمها انجل دي اي سي. لو حد بس من بلد فلاحه، فلاح ماس دي بالنسبه لي انا لفظ انتوا عارفين، يعني اغلبيتكم عارفين، ما بشتم لحد. فلاح ماس ده اللي هو ارتكب كده حاجه معفنه قوي في الماس، يعني ايه اللي انت بتعمله ده؟ يبقى زيرفور ان ميجر انجل مين؟ دي اي سي ايكوال ميجر انجل سي. تمام. طيب بعد كده هتقول لي والله انا الميجر الانجل دي بقى الحته الزياده دي هزود عليها دي، هزود عليها دي. هتقول لي يبقى زيرفور ان ميجر انجل دي اي سي انا هزود عليها جزء، هزود عليها جزء. هتزود عليها الحته دي، الحته دي اسمها ايه؟ تعالى نقراها مع بعض. ادي بي اي دي الحته دي. تمام. يبقى بلس ميجر انجل، بلس ميجر انجل مين؟ بي اي دي. اكيد 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 هيكونوا اكبر من ميجر انجل سي. اكيد اكيد هيكونوا اكبر من ميجر انجل سي. يا راجل يا طيب دي قد دي، وانت هتمسك دي. يعني انا فلوسي قد فلوس سي، وزودت على فلوسي حاجه، يبقى اكيد انا بقيت اكبر من سي يعني. يبقى تقول لي يبقى زيرفور هما الاتنين دول بلس بعض، اللي هي الحته دي بلس دي، اسمها ايه بقى كلها على بعضها؟ بقى اسمها ايه بقى كلها على بعضها؟ دلوقتي تقدر تقولها ايه؟ يبقى therefore ان measure angle A greater than measure angle C. وبعد ما measure angle A greater than measure angle C، الانجل دي اكبر من دي. الانجل الكبيرة في وشها السايد الكبير، يبقى انجل A في وشها البي سي. يبقى therefore ان البي سي هيبقى اكبر من مين؟ اللي في وش سي مين؟ مين اللي في وش السي يا راجل يا طيب؟ اهو اللي في وش السي اللي هو السايد ده. يبقى البي سي هيبقى اكبر من الاي بي. تمام. ده جزء تاني. ناخد مسألة كمان. اهو ناخد المسألتين دول، مسألتين دول لزاز. دي الحتة بقى اللي انا اضطريت اشرحها في بداية الحصة، اللي انا قلت اراجع عليها يعني. حد يعرف يطلع لي كده من الباراليل؟ انا عايز الناس تعود نفسها في الجيومتري، اول ما تشوف باراليل تروح تدور على حرف من التلاتة، يا زد يا اف يا ايه يا يو. مين يعرف يطلع لي هنا حرف زد؟ اهو 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 باين للعم. امشي على الاتنين الباراليل، وصل الاتنين الباراليل ببعض. ادي ده باراليل لمين؟ باراليل اللي تحت ده. يبقى انت تقول لي ده يا مستر باراليل لده، امشي اوصلهم اهو اهو. وصلتهم. مين الحرف اللي ظهر؟ حرف زد. يبقى الانجل دي قد دي. تمام. هنكتب البروف. الناس بتتلخبط، ما بتعرفش تكتب بروف، الناس بتتوه في البروف. بتكتب البروف ازاي؟ هتقول لي في نمبر 1، هتقول لي since ان الدي اي هو ايه السبب ان انت هتقول ان الانجل ال 42 دي قد الانجل بي؟ ان الدي اي ماله؟ الدي اي راي باراليل للبي سي. هو هيبقى مديها لك في السؤال، هتقول له يبقى زرفور الرد عليها ايه؟ هو كده كده الحتة دي مش هتكفي المسألة التانية، نبقى ناخدها في الصفحة اللي جاية. يبقى تقول لي يبقى زرفور ايه؟ ان ميجر انجل. حد يقرا الانجل اللي فوق؟ يقوم قايل لي الانجل اللي فوق انجل ايه، او ملطشه بالقلم على وشه على طول. لو قدامي على طول الطشه بالقلم على وشه. ليه؟ عشان انجل ايه مقسومه حتتين يا حلوف.
قلتها بدل المرة 1000 مرة لحد دلوقتي. انجل ايه مقسومة حتة هنا اهي وحتة هنا، هتقراها بحرف واحد ازاي؟ يبقى الانجل دي انا عايز الحتة دي بس، علم عليها وامشي عليها لو انت مش عارف تقرا. عامة دي حاجة عيب قوي تبقى في تانية اعدادي مش عارف تقرا انجل اهو، اللي انا عايزها اهي. اللي فاتح المايك يقفل المايك. تمام. يبقى تقول لي يبقى therefore ان measure angle DAB equal measure angle B. اشمعنى يعني؟ عشان البي مش مقسومة حتتين. equal الاتنين دول equal لبعض equal 42 degree. بعد ما ثبت انا اصلا ما شفتش هو طالب ايه في المسألة، اروح اشوف هو عايز ايه. هو هنا بيقول لي اثبت ان البي سي اللي هو ده اكبر من الاي سي اللي هو ده. يبقى انا محتاج اجيب الانجل دي، معايا تو انجلز في التراينجل، اعرف اجيب التالتة؟ اعرف. هتقول لي يبقى therefore ان ميجر انجل، عارف لو قلت على دي، لو قلت على الحته اللي جوه دي انجل ايه، مش عارف اقول لك ايه يعني، لسه شاتمك قايل لك يا حلو. يبقى therefore ان ميجر انجل بي اي سي، يبقى بي اي سي هيبقى ايكوال كام؟ السم بتاع الانجلز. انا معايا اتنين انجل جوه اي تراينجل، عايز اجيب التالتة، يبقى 180 minus 42 plus 68. دي 40 في 100 تبقى كده 110، يبقى التالتة هتطلع بكام؟ 70 degree. يبقى دي طلعت بكام؟ ب 70 degree. يبقى أكيد البي سي أكبر من الاي سي. أدي البي سي أهو في وشه 70، أدي الاي سي أهو في وشه 42، يبقى مين أكبر؟ يبقى البي سي أكبر. يبقى أنت هتقول لي سينس، دي أهم خطوة. سينس مين بقى؟ سينس إن ميجر أنجل بي اي سي greater than measure angle مين؟ greater than measure angle B. يبقى therefore طالما دي الكبيرة، طالما دي الكبيرة يبقى السايد اللي في وشها هو الكبير، يبقى therefore ان البي سي أكبر من الاي سي. واحدة من الأفكار اللذيذة في إيه، في الدرس ده. ناخد فكرة تانية. الفكرة التانية بقى اللي هي الناحية التانية دي. عايزك تثبت تعالى اما نشوف كده. عايزك تثبت ان انجل ABC greater than ADC. يعني عايز اثبت ان الانجل دي اكبر من دي. ها ايه رأيكم يا شباب؟ عايز الناس تفكر معايا كده. ها طب ما دي اصلا في وشها 8 و5، ودي في وشها 7 و4، يبقى كده اللي في وشها 8 و5 اكبر. الموضوع مش محتاج يعني. ايه رأيكم في الكلام اللي انا قلته ده؟ مين موافق على الكلام اللي انا قلته؟ ها الناس تفتح المايك كده تتكلم معايا، انا مش فاهم الناس نامت ولا الناس فين. هنعمل كونستراكشن. اللي بتقول كونستراكشن يا غشاش، انت فاتحه كشكول الشرح؟ والله لا. ماشي. جد من الدي لحد البي. طب ليه بقى الكلام اللي انا قلته ده غلط؟ مش نفس اللاين. لما دول توتا تريانجل. مين قال ان دول ترو ترينجل؟ ده كوادريلاترال فريدة، هما مش قصة نفس اللاين. بص يا شباب، ليه بقى احنا قلنا ما ينفعش اقول ان ده، ولازم الناس عماله تقول كونستراكشن؟ يا عم سليم انت واحمد، مش عارف انتوا مالكم فين النهارده.
تمام. ليه الناس عماله تقول لازم ارسم كده، لازم ارسم لاين، لازم ارسم، يعني الناس عماله تقول لازم ارسم لاين ومش فاهمين هو ليه لازم ارسم لاين. يا راجل طيب، عنوان الدرس inequality in triangle. الانجل الكبيره في وشها سايد كبير جوه تريانجل، جوه تريانجل. يعني القاعده لا تطبق غير على تريانجل. تمام. يعني انت هنا لو مسكت الاتنين دول وقمت قايل كده ان الانجل دي في وشها السايد ده مع ده، والانجل دي في وشها السايد ده مع ده، والاتنين اكبر من بعض، يبقى السايد ده اكبر من السايد ده، والانجل دي اكبر من الانجل دي، غلط. لازم ارسم تريانجل. طب انا ارسم تريانجل ازاي؟ يبقى شد خط كده. تمام. انتوا كلامكم مش غلط، انا بس كنت عايز افهم انتوا فاهمين ليه بنرسم اصلا اللاين. يبقى احنا قلنا اول ما انا هرسم يبقى كونستراكشن. ايه الكونستراكشن بتاعنا؟ الكونستراكشن بتاعنا درو دي بي. المره دي الدي بي ده لاين سيجمنت. تمام. بعد ما رسمت درو دي بي، تعالى نرسم احنا كده درو دي بي، نقطع كده. رسمت انا الدي بي، اصبحت بقى ايه؟ اصبحت الانجل دي في وشها، دي كده في وشها يا ابني، ايه ده؟ دي في وشها التمانية، ودي في وشها السبعة، ودي في وشها الخمسة، ودي في وشها الأربعة. فهتقول يبقى الاتنين دول بلس بعض في وشهم التمانية والخمسة، يعني أكبر من الاتنين دول بلس بعض. تعالى نكتب أول حاجة كده. هتقول لي in triangle ADB. في التريانجل ال ADB ده هتقول لي since إن measure angle ABD مالها؟ لا أنا آسف كده، أنا غلط، أنا كده بدأت غلط. هقول since إن ال AD سايد ال AD greater than السايد ال AB، يبقى therefore الانجل اللي في وشه اكبر من الانجل اللي في وش التاني. يبقى therefore ان measure angle ABD greater than measure angle ADB. بعد كده انزل على التريانجل اللي تحت. مين التريانجل اللي تحت؟ تريانجل DCB. تعالى نمسح لك الشخبطه دي عشان ما تتلخبطش. كده ممكن نرسم لك تاني خط المقطع في زوم اهو. نعمل كده. يبقى السؤال الحته اللي بعديها هتقول لي in triangle DBC. هتقول لي since ايه بقى؟ since ان measure angle، غباء برضه مش عارف فيه، since ان الدي سي greater than البي سي، يبقى therefore اللي في وش الدي سي، مين اللي في وش الدي سي؟ يبقى therefore ان measure angle دي بي سي greater than measure angle اي دي سي. شايف بقى خطين او السطرين اللي انا هعمل عليهم هايلايت؟ هسمي دي كده بالمنظر ده كده، هسمي دي كده 1 ودي كده 2. يبقى تقوم قايل بعد كده from 1 و 2. ناس حافظة أول ما تشوف 1 و 2 from 1 و 2. لا إحنا مش هنعمل from 1 و 2، إحنا هنعمل adding، يعني هتعمل ده بلس ده وده بلس ده. هتقول لي by adding، نكتبها بقى من أول السطر. by adding 1 and 2. ممكن تختصر كده، ولو اختصرت كده مفيش فيها مشكلة، إلا بقى لو اللي بيصحح لك إيه مختل عقليا يعني، دي حاجة تانية. يبقى تقول لي يبقى therefore إن measure angle ABC greater than measure angle ADC. طبعا مفيش حد يا جماعة، يعني لو انت عملت له باي ادنج 1 و 2 هيحسب لك غلط. في واحد تاني عايز يضمن يقول لك انا هكتب الانجل دي كلها بلس الانجل دي، واعمل علامة جريتر ذان في النص، واكتب الانجل دي بلس الانجل دي، وفي خطوة تانية زيرفور ان الميجر انجل اي بي سي جريتر ذان ميجر انجل اي دي سي. صح، هو اصح طبعا، بس هو باي ادنج 1 و 2 ما فيهاش حاجة غلط، يعني انا ما قلتش حاجة غلط، انا فاهم كل ده. تمام. ماشي. ايدي الشمال وجعتني والله. اه السؤال ده لذيذ، من الأسئلة اللذيذة برضه. ماشي.
ناخد السؤال ده. انت فاهم يا سليم ولا لا؟ ايوه يا مستر، انا فاهم. في حاجة مش فاهمها؟ احمد الدنيا معاك ايه في الاونلاين؟ تمام. تمام ولا انت بتنام اصلا؟ لا انا مفوق. انت مفوق، انت هتقولي انت مفوق. ماشي ماشي. ماشي. هنا بيقول لي in the given figure، لو انا عندي ان السايد ال AB اكبر من السايد ال AC. فين ال AB؟ ادي ال AB اهو. ادي السايد ال AB اكبر من السايد ال AC. تمام. طالما السايد ال AB اكبر من السايد ال AC يبقى طبيعي الانجل دي كلها تبقى اكبر من الانجل دي كلها. امال ايه يعني نقطة ونقطة وستار وستار؟ بص يا سيدي، لما يحط لك بوينت وبوينت كده معناها ان الحتة دي قد الحتة دي والحتة دي قد الحتة دي. اسأل سؤال، ال 70 جنيه اكبر ولا ال 50 جنيه اكبر؟ إيه يا جماعة، في ايه؟ حد يفتح المايك ويرد عليا. 70. طيب 70. نص ال أيوة. 70 كام؟ او بلاش 35. نص ال 70 ونص ال 50، مين فيهم هيبقى اكبر من التاني؟ 70. نص نص 70. 70. نص ال 70. ممتاز. يبقى انا لما اجي اقول لك ان الانجل دي كلها اكبر من الانجل دي كلها واقسمهم نصين قد بعض بالظبط، يبقى النص ده هيبقى اكبر من النص ده ولا لا؟ اه. طب يلا نكتب الكلمتين دول. يلا بس يلا نكتب الكلمتين دول. اول حاجه هتقول لي سنس ان الاي بي greater than الاي سي. طالما السايد ده اكبر من السايد ده يبقى therefore الانجل اللي في وش الاي بي. مين الانجل اللي في وش الاي بي؟ ميجر انجل سي كلها على بعضها. سي كلها على بعضها هيبقى greater than ميجر انجل بي. ادي اول جزء. تاني حاجه انا بقول لك ان البي دي ده عمل بايسكت الانجل اي بي سي. يعني ايه عمل بايسكت؟ يعني قسمها نصين قد بعض بالظبط. هتكتب هنا since ان البي دي bisects angle ABC. يبقى therefore ايه هنا على جنب؟ يبقى therefore ان measure angle الحته اللي جوه بقى، الحته اللي جوه اللي هي الحته دي، يبقى therefore ان measure angle DBC الحته اللي جوه دي لما يقسمها نصين هتبقى بتساوي نص، اللي هي نص ال 70 اللي احنا لسه قايلينها. يبقى نص measure angle B. تمام. يبقى الحته دي هتبقى بتساوي نص الكبيره كلها. هتكتب السطر اللي بعديه since ان السي دي bisects انجل اي سي بي. انجل اي سي بي دي اللي هي ميجر انجل سي. يبقى هتقول لي يبقى therefore ان ميجر انجل مين بقى؟ دي سي بي. دي سي بي هيبقى ايكوال هاف هاف. انت ليه عمال معفن يلا الهاف مش راضي تتكتب. هاف ميجر انجل سي. طب وبعدين؟ طب ما انا بقول لك اهو ده نص بي. تمام. وده نص سي. طب ما طبيعي يبقى نص سي ده اللي هو ده ماشي يبقى اكبر من نص بي. طبيعي يعني، عشان قلنا الاي بي. يبقى هتقول لي يبقى ده اكبر من ده. يبقى تكتب لي هنا في الخطوه اللي بعديها يبقى زير فور اللي هو اللي هي دي ايه؟ اسف. يبقى ده اكبر من ده. الدي سي بي هيبقى الدي سي بي اللي هي الحته دي هتبقى اكبر من الدي بي سي. تمام. عشان نص اهي كأن السي دي اللي احنا قلناها بكام؟ ب 70. وكأن البي دي ب 50. يبقى اكيد نص ال 70 اكبر من نص ال 50. يبقى therefore ان measure angle DCB greater than measure angle DBC. بعد ما الاتنين دول اكبر من بعض الانجل دي اكبر من الانجل دي.
هتقول لي ايه؟ تعالى كده نشوفهم. ادي الدي سي بي اللي هي الدي سي بي اللي هي دي اكبر من دي. دي مين اللي في وشها؟ البي دي. يبقى تقول لي يبقى زرفور ان البي دي عشان هو اللي في وشها اكبر من مين؟ البي دي اكبر من الناحية التانية السي دي. بس خلصنا المسألة. البي دي اف طبعا هبعته لكم بعد الحصة. ناخد اكزامبل زي اكزامبل 3 triangle inequality. انا نسيت اكتب الحتة دي، نسيت اشرحها. مش هشرحها عن طريق المسألة يعني، كده كده فاكر ان انا هشرحها عن طريق المسألة. كنت فاكر اقولها والله في بداية الحصة بس مش عارف نسيت. علينا. ماشي. ما تجيب لي المكمل الغذائي، انا ما خدتش مكمل غذائي النهارده اصلا خالص. find the set of the value. ايه يا ابني ده؟ هنا بيقول لك find the set of the values of x that satisfy that the measure angle A greater less than measure angle B. يعني measure angle A دي تبقى less than measure angle B. طيب كلام جميل وزي الفل. ماشي. طب خد المايه دي، انا مش هعرف اقفل. شكرا. هنا بيقول لي ايه؟ find the set of the values of x that satisfy ان measure angle A تبقى less than measure angle B. الانجل دي تبقى اصغر من دي. يا عم قلنا بدل مرة 1000 مرة since ان measure angle A less than measure angle B. اتوقع ان السؤال زي كده يجي سواء في التشوز او في الايساي. لازم اجيب سؤال زي كده يعني، سؤال لذيذ يعني. since ان measure angle A less than measure angle B يبقى therefore اللي في وش A يبقى اصغر من اللي في وش B. مين اللي في وش A؟ سي بي. يبقى السي بي اصغر من اللي في وش بي اللي هو الاي سي. يبقى therefore السي بي ده اللي هو مين؟ يبقى 2x minus 6 less than الاكس بلس 12. يلا نحل الانيكواليتي. اخر درس في يونت 2. تمام. نحل الانيكواليتي ازاي؟ بجيب الاكس جنب الاكس واجيب الرقم جنب الرقم بيعدوا بعكس الساين. يبقى هتقول لي يبقى 2x minus x less than ال 12 بلس ال 6. 2x minus x تبقى x. 12 بلس ال 6 تبقى 18. يبقى 12 بلس ال 6 تبقى 18. يبقى الاكس less than 18. اللي يفكر ان الحل خلص لحد هنا يبقى عبيط. ليه؟ ليه؟ هقول لك ليه. لان احنا قلنا على حاجة من الترم الاولاني. ايه هي الحاجة من الترم الاولاني؟ اي تو سايدز جوه تراينجل بلس بعض لازم يكونوا اكبر من التالت. يعني لازم الايكويشن دي بلس الايكويشن دي تحقق ان هي اكبر من ال 15. يعني انت لازم تروح تحل تاني هنا على جنب تقول لي يعني 2x minus 6 تمام بلس x بلس 12 لازم يطلعوا greater than 15. لازم. يعني ده هيفرق؟ هيفرق. هيطلع لك x جديدة خالص، هيطلع لك inequality جديدة. يبقى 2x بلس x تبقى 3x. نيجاتيف 6 بلس 12 تبقى 6 يبقى بلس 6 greater than 15. الخطوة اللي وراها ودي ال 6 الناحية التانية بعكس الساين. يبقى 3x greater than 15 minus 6. يعني 3x greater than كام؟ 9. يعني الاكس greater than كام؟ 9. اودي 3 الناحية التانية بالديفايدد يبقى الاكس greater than كام؟ يبقى الاكس greater than 3. الاكس less than 18 والاكس greater than 3 يبقى الاكس تحط هنا في النص واقول له الاكس greater than 3 والاكس less than 18. حاسس حل حاجة في الانيكواليتي دي غلط. لا تمام. ماشي. في أي مشكلة؟ في حد مش فاهم الفكرة؟ ناخد سؤال تاني.
كده احنا كده خلصنا الأسئلة اللي هنا. ماشي، ناخد السؤالين دول. شرق مدينة نصر عندي ليه مفاجأة في آخر الامتحان، إيه في آخر الحصة، إيه موت موت. الثلاث دروس اللي أنا قاعد أشرحهم دول أصلا. لا مش هنقعد بقى إيه يعني، مش هنقعد بقى نكتب بقى إيه، نكتب حتة في السؤال أصلا وندخل على الصفحة اللي وراها. يعني إحنا ممكن ندخل على الصفحة اللي وراها على طول نحل فيها. ماشي، نبدأ في الإكزامبل الأولاني. هنا بيقول لك السايد ده ب9 والسايد ده ب9، السايد ده ب7 والسايد ده ب7، والانجل دي اكبر من دي. يبقى ايه العلاقة؟ يبقى الاف دي اكبر من الاي سي. بس بمنتهى البساطة اللي في الدنيا. حاجة هايفة ليه؟ ما احنا اخر سيرم شرحناها قلنا ايه؟ لما قعدت اقول لك يا راجل يا طيب ترينجل المسافة ما بين الاتنين، جيت قلت لك هنا لو ده قد ده وده قد ده، كل ما افتح الانجل يعني كل ما الانجل ما تكبر يبقى السايد ده لازم يبقى اطول من ده. الواد زياد مش فاكر زياد اسمه ايه، زياد ايه بتاع تو بريب بي، كان سألني في السؤال ده بعد ما شرحت له ما فهمش برضه. ماشي، يبقى احنا هنا اول حاجة هنقول ايه؟ هنقول في السؤال رقم 1 ده هتقول لي since ان ال ED equal ال AB كوما ان ال BC equal ال FE. السؤال لو جه على السيرم دي بيجي دايركت في الأغلب يعني، حتى أنا شفت أسئلة كتاب التقييمات على الحتة دي دايركت قوي. وهتقول لي سينس هنا كمان، يبقى السيرم دي بنكتب فيها 2 سينس. سينس إن ميجر أنجل إي، اشمعنى المرة دي قريت الأنجل بحرف واحد؟ عشان مش مقسومة حتتين، هي حتة واحدة. ميجر أنجل إي جريتر ذان ميجر أنجل بي، يبقى زرفور اللي في وش إي مين؟ ال AD، يبقى زرفور ال AD جريتر ذان الاف دي، انا اسف مش الاي دي، الاف دي جريتر ذان الاي سي. صعبه دي في حاجه؟ سؤال هايف عبيط يعني، اهيف من الهايف. تعالى هنا، هنا السايد ده قد ده، واللي في النص كومن سايد، يعني اللي في النص ده سايد مشترك مع الاتنين تريانجل، وده ب5 وده ب4. يبقى اكيد الانجل اللي في وش ال5، مين الانجل اللي في وش ال5 اللي هي الحته دي؟ مين الانجل اللي في وش ال5 اللي هي الحته دي؟ الحته دي اكيد اكبر من الانجل دي عشان دي في وشها 4. طب هنكتب الكلمتين العبط دول ازاي؟ يلا نكتب الكلمتين العبط. السؤال رقم 2 انا خلاص قربت خلاص لو الناس فصلت. since ان ال AB equal ال BC، تمام؟ وهتقول لي هنا since او كوما، على طول كوما، لا بلاش خليها since تاني. since ان ايه بقى؟ ال BD is a common side. since ان ال BD is a common side. آخر سنس هنكتبها إن ال AD أكبر من ال CD، ده 5 وده 4. يبقى سنس إن ال AD greater than ال CD. ماشي؟ مين اللي في وش ال AD؟ أهي الأنجل دي. حرام بقى عليك لو بجد والله بعد كل ده مش عارف تقرا الأنجل. أدي A B D أهو. يبقى تقول لي يبقى زرفور إن ميجر أنجل ABD مالها جريتر ذان الناحية التانية، اهي الانجل اهي، يبقى جريتر ذان مين؟ دي بي سي او سي بي دي، اي حاجة. يبقى جريتر ذان ميجر انجل سي بي دي. تمام.
في سؤال كمان أنا عايزه. أنا عايز السؤال ده كمان، وده آخر سؤال هحله. يعني الإيكويشن هنا مفيهاش حاجة جديدة أعتقد. ممكن ناخد السؤالين دول نحلهم عشان أبقى أنا إيه يعني ضميري كده إيه مرتاح على الآخر. دول آخر سؤالين. كده يبقى بالنسبة للمعاصر أول 3 دروس جيومتري خلصوا، بالنسبة لكتاب المدرسة أول درسين بس. هو المعاصر بيحب إيه يجود ويقوم قاسم الدرسين. عندك السايد ده قد السايد ده، وعندك ده كومن سايد. لو خدت بال حضرتك السايد ده أكبر من ده، تبقى الأنجل دي أكبر من الأنجل دي. عايزين نكتب الكلمتين دول. يبقى رقم 1 هتقول لي أول حاجة since إن ال AB equal ال AD، كوما هنا إن ال AC is a common side. وبعد كده الخطوة اللي وراها هتقول لي since إن ال BC greater than ال DC. بعد ما ال BC greater than ال DC يبقى therefore، يلا نقرا الأنجل بثلاث حروف. يبقى therefore إن measure angle BAC greater than measure angle DAC. روح عوض بقى في الإيكويشن. يعني ال 25 تمام، هتقول لي ال 2x minus 9 دي لازم تبقى greater، ولا أقول لك خليها كده، يبقى 25 greater than ال 2x minus 9. وبعد كده ودي ال 9 الناحية التانية، يبقى 25 plus ال 9 greater than ال 2x. تمام، يبقى 25 plus 9 هتطلع لك 34. يبقى 34 greater than ال 2x، يبقى ال x مالها. ودي ال 2 الناحية التانية بالديفايدد، يبقى 34 divided 2 greater than ال x. يبقى ال x مالها، يبقى ال x less than 17. ولو انت مفكر ان الانيكواليتي كده خلصت تبقى انت عبيط. ليه كده الانيكواليتي ما خلصتش؟ عشان لازم تقول لازم ال 2x minus 9 دي تطلع اكبر من 0. ليه اكبر من 0؟ عشان في انجل، لازم الانجل دي تطلع اكبر من 0. ما انت بتقول لي هنا الاكس less than 17. تمام، طب ما تيجي نجرب كده مع بعض. الاكس less than 17، مش انت ينفع تحط الاكس هنا ب 4.5؟ ما ال 4.5 دي اصغر من 17. لو انت حطيت الاكس ب 4.5 يبقى 2 times 4.5 تبقى 9. 9 minus 9 0. يبقى انت بتقول لي ان الانجل دي بزيرو. يعني ايه الانجل بزيرو؟ يعني الانجل بزيرو يعني السايد ده بقى فوق السايد ده، فما ينفعش. فبتيجي على جنب هنا تقول يبقى لازم اقول ان 2x minus 9 greater than 0. تمام، يبقى 2x greater than ال 9، يبقى ال x greater than 9 over 2. تمام، وهم قايل يبقى هنا يبقى ال x less than 17 وال x greater than 9 over 2. تمام، واسيب الانيكواليتي كده. ماشي، السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده نفس الفكر، بس الناحية التانية على السايد. برضه هتقول إن السايد لازم تقول يعني إن السايد ده ماله، لازم تقول إن هو greater than 0. أنت هتقول إن السايد ده equal للسايد ده، والسايد ده equal للسايد ده، والأنجل دي أكبر من دي، يبقى السايد ده أكبر من ده. يعني 4x minus 12 هتقول إنها less than 12 وتجيب ال x، وبعد كده تقول 4x minus 12 less than greater than الزيرو، وتجيب الاكس ما بين كذا وما بين كذا. نفس الفكرة. تمام، كده أول 3 دروس خلصوا بالنسبة للجيومتري. تمام، الناس تحل عليهم تاني، اللي مش فاهم حاجة يحل عليهم تاني. بالنسبة للناس اللي سمعتهم مرتين اللي مش فاهم فيهم حاجة ما يجيش يسألني فيهم تاني. خلاص كفاية عليكم كده. طبعا بهزر، اللي عايز يسأل في أي وقت يسأل. تمام، في